يعد المطبخ الموريتاني أحد مطابخ شمال أفريقيا والمغرب العربي، ويتأثر خاصة بالمطبخ السنغالي. يتميز بتنوعه واعتماده على الرز والسمك ولحم الماعز والبقر والدجاج والبندورة والبصل والبطاطا الحلوة، بالإضافة إلى الصلصة الحمراء والبيضاء. من الأطباق المشهورة نجد في بوديان الكسكس، ياسا بوليه. المطبخ السنغالي متأثر بشكل كبير بتقاليد الطهي المحلي في شمال إفريقيا وفرنسا، وهو مزيج من النكهات الجميلة، ويقدم قائمة غنية ومتنوعة من شأنها أن تلبى رغبات ذواقي الطعام. وفيما يلي بعض الأطباق التقليدية التي لا يمكنك ترك السنغال دون تذوقها. في بوديان هو الطبق السنغال المثلى، ويترجم حرفيا لا السمك مع الأرز، وهو يتكون من قطعة من السمك الأبيض المقلي أو المشوي، والأرز المتبل وصلصة الطماطم الغنية بالنكهات، مصحوبة بمجموعة من الخضروات المطهية. يتمحور الطبخ في مالي بشكل أساسي حول حبوب الدخن والذرة أو عصيدة الأرز، التي تقدم مع مجموعة متنوعة من الصلصات أو اليخنات. يمكن صنع هذه الصلصات بالفول السوداني إلى جانب الخضروات مثل البامية أو البطاطا الحلوة المنتشرة بكثرة. تضاف اللحوم والخضروات إلى الصلصات التي تقدم بعد ذلك فوق العصيدة أو الكسكس أو الأرز. تشتهر مالي باللحم البقري والضأن والدجاج والأسماك الطازجة أو المدخنة. من الأطباق الشعبية بمالي نجد بولي ياسا وفوتو. المطبخ الغامبي جزء من مطبخ غرب إفريقيا. تشمل المكونات الشائعة السمك والمحار والأرز والفول السوداني والطماطم والبازلاء والليمون والكساف والملفوف والملح والفلفل والبصل والفلفل الحار والأعشاب المختلفة. من أشهر المأكولات الغامبية نجد مافي وتياكري. يستخدم مطبخ غينيا بيساو بشكل رئيسي الحبوب، منتجات الألبان، الفول السوداني، النباتات، الفاصوليا، الفلفل الحار أو زيت النخيل. كانت غينيا بيساو متأثرة بشكل رئيسي بالمطبخ البرتغالي. في غينيا بيساو تزرع على نطاق واسع فاكهة الكيجو، وهي في الغالب للتصدير. من أشهر الأكلات نجد اللحم المجفف والمقدد، وهو طبق مشهور ومنتشر بكافة المدن الغينية، مثله مثل الأسماك المجففة وطبق أرز جولوف. هناك الكثير من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها غينيا، مثل طبق أرز جولوف الشهير، وهو عبارة عن أرز مطبوخ مع الفلفل الحار وقطع السمك أو اللحم. وهناك أيضا الدجاج المحشو بالفول السودان وسمك مع أرز، بالإضافة إلى عصائر الفاكهة.
تعتبر الذرة والفاصوليا من العناصر الأساسية في مطبخ الرأس الأخضر. ومن الشائع أيضا الأرز والبطاطس المقلية والكسفا والخضروات مثل الجزر واللفت والكوسة، وكذلك اللحوم والأسماك مثل التونة وسمك المنشار وسرطان البحر والدجاج والبيض، بالإضافة إلى لحم الخنزير المشوي. تعتبر كاتشوب الطبق الوطني للرأس الأخضر، والذي يشمل الذرة المهروسة والبصل والموز الأخضر والمنيهوت والبطاطا الحلوة والإسكواش والبطاطا.